ما بين الزيرو والواحد، عوالم تاني. الوشوش شبه الوشوش، بس الحقيقة غياب. والصورة لو كدبت نفتح للنور 1000 باب. احنا معاد ميزان الحق في كفوف ايدينا، في زمن الزيف عقلنا سابق عينينا. نكسر شفرات الحياة ونكتب أكواب حلمنا، ونصح الضمير في عز نوم الدنيا، في عز نوم الدنيا. غريبة، في البيت من بدري. كنت مستنيك قبل ما ترجع الشركة عشان أقولك إن بسنت هتروح تقابل ماجد. هي فعلا كان عندها ظروف، بس الحمد لله اتحلت. تمام، هأكد على ماجد، بس لو حصل أي مشكلة من الاتفاق ده مش هرحمك، فهمني؟ فاهم، وصدقني هي شاطرة. هنشوف يا ياسر. وإيه اللي اتغير بعد كده؟ أخوها شافنا ماشيين مع بعض، عمل هيصة وخناقة وشدها من شعرها على البيت. وده طبعا عمل مشكلة ليها وليك. بالظبط، لكن كام شهر واختفى أبانوب، وسمعنا إن أبوه دخله مصحة لعلاج الإدمان، ورجعت أنا وهي نتقابل، وفضلنا كده لحد آخر تانية ثانوي. حصل إيه؟ المخفي على عينه أبانوب رجع، وشكله لا تعالج ولا نيلة، وفضلنا أنا وهي نتكلم في التليفون أو نبعت رسائل لبعض بس. كانت خايفة من أخوها أكيد. لأ، كانت خايفة عليا، لحد ما أخدنا إجازة آخر السنة وما بقتش قادر، عايز أشوفها، واتحايلت عليها تتصرف ووافقت، وياريتها ما وافقت. ميزان الحق في كفوف ايدينا. أنا مش مصدقة يا ندى، إزاي عمل ده في بيتكم؟ كنا في أجازة المدرسة، وماما كانت متعودة تسافر عشان خاطري، عشان اتفسح وانبسط. هو مش دايما كان بيسافر معانا بحجج الشغل، استغل السفرية وحصل اللي حصل. طيب ومامتك عرفت إزاي؟ بصدفة عجيبة غريبة مش هتصدقيها، بس دي بقى نأجلها لبكرة عشان تقريبا بنام منك. صحيح، أنا بكرة هروح مع بسنت أشوف اللبس اللي عندها. أنا اكتشفت إن أغلب لبسي ما بقاش نفعني بعد الحجاب. وأنا بعد الكلية هعدي على المدرب بتاعي أشوف الدنيا وصلت لفين بعد ما اعتذرتي إني أدخل البطولة. بطولة إيه؟ واعتذرتي ليه؟ لا، دي قصة تانية أحكيها لك بعدين. إيه ده؟ أنت بتعيط يا تيفا؟ طيب خلاص، بلاش تحكي تاني النهاردة. ما كنتش أحب تشوفني كده. عيب بقى، إحنا اخوات خلاص. ومغسل وشك وننام، عشان هنتنفخ بكرة لو رحنا متأخرين، وهنعيط سوا. في دي معاك حق. الريموت اكسس تروجنز أو RETs برمجيات خبيثة بتخلي المهاجم يتحكم في جهازك بالكامل، يشوف شاشتك، يفتح الكاميرا، يسحب صورك. والأخطر إن الوسيط ممكن يكون أبسط مما تتخيلوه،
مجرد فلاشة ملوثة تتركب في الجهاز لثواني كفيلة إنها تنهي خصوصيتك للأبد. العالم بقى مخيف يا دكتور، سسبنس على الآخر. هيا ندى، جاهزة نتحرك؟ أنا جاهزة يا بسنت. أوكي، أنا راكنة عربيتي ورا الجامعة. يلا بينا. أنا آدم قال لي على موضوع فرقة التمثيل ده يا عبده. مفيش صورة للست الوالدة وهي مع فرقة التمثيل أو مع زمايلها وقت الجامعة؟ مش عارف يا تيفا، وأكيد مش هعرف أسألها. طيب جرب أو فتش كده في حاجتها، يمكن تطلع لنا بصورة. إيه؟ لا أنا ما أقدرش، أخاف، معرفش. طيب اهدى، لو قدرت هتساعدنا كتير، لو ما قدرتش خلاص. هحاول يا تيفا، هحاول. شقتك حلوة يا بسنت. ميرسي يا ندى، ده من ذوقك. ولو إني مندهشة من كم المرايات. هحكي لك، أنا بحتاج لوكيشنز كتير عشان التصوير، التنوع ضروري. فلما اشتريت الشقة دي قررت أعمل مرايات كتير وحيطان بألوان مختلفة. عشان كده قد كده موضوع التصوير ده مهم ليكي. الشقة دي بسبب التصوير ده، من غيره كان زماني لسه في شقتنا الصغيرة في اسكندرية، ولا كنت عرفت أدخل كليتنا. واضح إن وراكي حكاية. قوليلي الأول تشربي إيه وبعدين نشوف حكايتي دي. ها يا تيفا، هتروح معايا؟ بقولك إيه، تعال نغير جو، نقعد على قهوة ولا حاجة نفك شوية قبل ما نروح. ماشي، ولو إني ما عملتهاش قبل كده. عايز تقولي إن عمرك ما قعدت على قهوة يا آدم؟ ما كانش سهل إني أخرج. ماشي، يلا بينا، هكون التور جايد بتاعك. تحبي نشوف اللبس؟ ماشي، ولو إني عندي فضول أعرف موضوع الفيديوهات اللي بتعمل كل الفلوس دي. بالمختصر المفيد يا ندى، أنا اسكندرانية، أبويا خريج هندسة بس كان موظف، دخله على قده وكان عايزني أبقى مهندسة زيه. انفصل عن أمي وعشت معاها، وعشان أشغل نفسي عملت حساب تيك توك وسميته مش هنساك. الحساب فجأة بعد كام شهر انتشر جامد وبدأ يجيب لي فلوس. من هنا بدأت أركز مع السوشيال ميديا، ونزرت لفيت اسكندرية، اشتريت شوية أكسسوارز وهدوم مستوردة بالفلوس اللي جات لي من تيك توك، وفتحت حساب انستجرام وبدأت أبيعها من خلاله وأعمل دعاية على تيك توك. مشيت معايا، فأجلت دخولي امتحان الثانوية العامة 2 سنين. إيه ده؟ يعني أنتي قدي في السن؟ شفتي الصدف؟ المهم يا ندى، بقت تجيلي حملات إعلانية وعملت فلوس خلتني أشتري الشقة دي، وهنا قررت أدخل امتحان الثانوية العامة. مش كده الدراسة هتأثر على شغلك؟ هتعملي إيه في مصاريف الجامعة؟ ما أنا لسه شغالة، بس في الويك أند والأجازات، وكمان أنا خدت منحة من الكلية بدفع نص المصاريف مقابل إني أعمل لهم دعاية. يا بنت الإيه يا تاليا؟ تاليا؟ مش فاهمة. لا ده إفيه كده. طيب يلا نقيس اللبس، يلا بينا. احنا معد، احنا حكاية جيل يرسم لكل حلم البديل. في عز الضلمة قلبنا هو الدليل، والعدل لو يوم غاب بكرة لينا أكيد هيميل.